السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام زايد، والنهارده هكون معانا تجربة جديدة هنعملها في العين السخنة. المكان اللي احنا هنتكلم عليه النهارده ده اسمه ريجينا بيتش ريزورت. الفندق ده بصراحة هو فندق 4 نجوم. المكان بتاعه هو موجود قبل الزعفرانة ب10 كيلو، بعد المنتجع بتاع بورتو ساوث بيتش والمنتجع بتاع بورتو السخنة. المكان بصراحة كان ممتاز جدا من اول الاستاف بالنسبه للموظفين هناك، وطبعا في الاول وفي الاخر انا بحب اشكر مستر شريف اللي كان مسؤول عن التعاقدات، اللي انا اتشرفت ان انا اتعرفت عليه شخصيا واتعاقدت معاه بالنسبه للمكان. فدي كانت حاجه انا كنت مبسوط بيها جدا. الناس كلها كانت في منتهى الذوق والاحترام، اسلوب راقي جدا في التعامل. الناس بصراحه انا كنت مبسوط في التعامل معهم بالاستاف كله بالكامل، سواء كان من اول المانجر او حتى الموظفين اللي هناك. بالنسبه للمكان هو اولا في امكانيه بالنسبه لحجز الغرف. كل الغرف بيكون النظام بتاعها يكون الحجز بالفطار والعشاء، مفيش غدا. طبعا لو احنا حابين نزود غدا او حاجه زي كده، دي ممكن في حاله التنسيق مع اداره الفندق لو في امكانيه بحاجه زي كده. وفي امكانيه لحجز شاليهات داخل الفندق، برضو دي من المميزات اللي موجوده في المكان. اللي انت لو مش حابب غرفه، في برضو شاليهات. واهم حاجه بالنسبه للرحلات اليوم الواحد، طبعا كنت حابب انا اكد معاكم بالنسبه للمكان هو متاح فيه ديوز، مفيش اي مشكله فيه. لو حابين ان انتوا تعقدوا عليه او حابين ان انتوا تنسقوا رحلات، ممكن تتواصلوا معايا وانا اوضح لكم كافه التفاصيل. المميزات الموجوده في المكان، اولا ده المكان المخصص للباركينج اللي داخل الفندق. طبعا ده اللي بيتم الركن فيه الاتوبيسات او العربيات الخاصه بالنسبه للنزلاء، او الاتوبيسات الخاصه بالنسبه لرحلات الملوحه زي ما انتم شايفين. ده بالنسبه للمكان. بعد كده احنا المفروض اللي هو جنب الباركينج ده على طول، علشان برضه الناس تكون عارفه، بيكون المكان الخاص بالنسبه للسوبر ماركت. السوبر ماركت الموجود هناك بالنسبه للفندق هو الاسعار بتاعته تعتبر شبه كويسه جدا. يعني زياده بالنسبه لها عن الزياده اللي عندنا في القاهره، تعتبر حاجات بسيطه، فرق 2 جنيه او 3 جنيه في الحاجه. يعني مثلا ازازه الماء الصغيره بتكون عامله 7 جنيه، عندك مثلا ازازه الماء الكبيره بتكون عامله 10. بالنسبه لعلبه العصير تقريبا عامله 7. فزيادات او فرق تعتبر شبه بسيط جدا بالنسبه للمكان. تمام. ده الطريق اللي احنا باذن الله ان شاء الله كده هنمشي فيه لو احنا رايحين حمامات السباحه جنب السوبر ماركت على طول. في حاجه كنت حابب اكد معاكم فيها بالنسبه لحمامات السباحه، يعتبر حمام السباحه اللي موجود في الفندق ده من اكبر حمامات السباحه اللي موجوده في العين السخنه. يعني مكان كبير، وبالنسبه لطول الحمام برضو مش يعني تعتبر شبه كويسه جدا. عندك حمام السباحه بالنسبه للاطوال بتاعته بتبدا اول حاجه بالنسبه للاطفال الصغيره، بعد كده عندك 100 متر، بعد كده في 160، بعد كده 170، لحد ما يوصل اكبر حاجه فيه توصل لمترين 20. طبعا حمام السباحه على طول بيكون فيه هناك منقذين اللي عشان واحد ما بيعرفش يعوم او حاجه زي كده، وعلى طول بيكون مشغلين اغاني على الحمام. وطبعا ده بيدي جو كويس جدا سواء كان انت بتعوم او حتى لو انت قاعد قدام حمام السباحه. وطبعا دي ميزه كويسه جدا. زي ما انتم شايفين يعني المكان بصراحه جميل جدا. الحمام كبير قوي، فعمرك ما هتحس بزحمه. لو عايز تحس بخصوصيه او مكان تعرف تعوم فيه كويس، احنا دلوقتي هنعرف بالنسبه للسباحه هنا هتكون العمق بتاعها قد ايه، ومعانا كابتن رماح هيشرح لنا كل حاجه بالنسبه لحمامات السباحه. ازيك يا كوتش؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله كله تمام. كنا بنسال بس هو دلوقتي بالنسبه للاعماق بتاع حمام السباحه هنا بتوصل كام مثلا، وعلى حسب التقسيمه بتاعتها؟ هنا قبل الشبكه كده هنا 220، بعد الشبكه 160، قدام شويه 170، يعني بعد الشبكه اللي هناك 100 سم. تمام. يعني احنا لو اتكلمنا ان هو هيكون هنا اول حاجه 220، بعد كده 160، بعد كده ال 100 اللي هو اللي ورا، بعد كده في الاخر خالص 100. لا، في الاخر خالص بقى 60 سم للاطفال. في هنا حاجه خاصه للاطفال هم البيبي الصغيرين، فاهم؟ تمام. يعني يعتبر اكبر حاجه 220. تسلم جدا يا كوتش، شكرا جدا ليك. مع السلامه. تمام. دلوقتي احنا كده ده في الطريق اللي هنروح بيه البحر. طبعا اول حاجه اولا حابب اعرفكم ان المسافه اللي بين الشاليهات وبين البحر مسافه مش كبيره قوي، ممكن يعني بالنسبه للناس الكبيره مش هتكون معاها مشكله باذن الله. اول حاجه بيكون في حمامات، طبعا دي في حمامات للرجاله والسيدات، ده بيكون في اول البحر على طول. بعد كده الدش اللي هو عشان الاستحمام بتاع البحر. لما بتروحوا البحر في حاجه حابب اكدها مع الناس، هو بالنسبه للكراسي وبالنسبه للشازلونج الموجود على البحر ده بيكون مجانا، ما فيش اي رسوم بتدفع عليه. في حاجه هناك مخصصه لو انت مثلا في رحلات اليوم واحد، في حاجات لو انت هتفرش مثلا او هتحطها على الشازلونج دي بيكون لها رسوم تقريبا 25 جنيه لو انت هتستخدمها، مش اساسي لو انت هتستخدمها فقط.
البحر زي ما انتم شايفينه في منتهى الجمال، القعده قدامه بصراحه جميله جدا. طبعا لو انت بنتكلم بقى على النزول نفسه، الميه جميله جدا جدا جدا، ميه نظيفه قوي والمنظر بتاعها حلو. لجانب كده ان الشاطئ فيه كافه الخدمات الخاصه بالالعاب المياه بلا استثناء، واحنا دلوقتي هنعرف كل التفاصيل بالنسبه للالعاب الموجوده هناك. طب احنا دلوقتي كده هنعرف بقى اسعار الالعاب الموجود هنا بالنسبه للفندق، ومعانا الكابتن طارق هيشرح لنا كل حاجه بالتفصيل. اتفضل يا كوتش. صباح الفل. كل سنه وانتم طيبين. عندنا نبدا بالبنانا بوت، الفرد عامل 100 جنيه، بيبقى الراوند فيه القلبتين بياخدوا بقى من 10 دقايق لربع ساعه حسب اللياقه البدنيه. عندنا التيوبه طبعا راوند 150 الفرد، تاخد من 7 ل 10 دقايق برضه حسب اللياقه البدنيه. عندنا الجيت ربع ساعه ب 400، السبيد بوت 6 افراد ب 600 ربع ساعه. دي الالعاب اللي موجوده عندنا. تمام. طب بالنسبه بقى يعني لو كان العدد مثلا كبير او بيكون فيها مثلا مجموعات كبيره، دي بيكون في تخفيض على الحاجات ولا بيكون نفس السعر؟ هننسقها مع بعض ان شاء الله ويبقى في تخفيض. باذن الله. ودي بالنسبه للعجل اللي موجود هنا بالنسبه للقريه، بيكون مده التأجير بيكون العجل العادي بيكون النص ساعه عامل 20 جنيه، والعجل اللي هو السرعات بيكون عامل 30 زي ما انتم شايفين. في برضو حاجات للاطفال. طبعا احب اكد معاكم بالنسبه للاوض او الشاليهات كلها بتكون مكيفه زي ما انتم شايفين. المكان في منتهى النظافه، المكان نظيف قوي، والقعده بتاعته حتى الفيو اللي هو انت بتقعد فيه مثلا فيه في التراس بيكون جامد جدا زي ما انتم شايفين المنظر بتاعه. طبعا الشاليه بيكون او الاوضه بيكون شامل كافه الخدمات اللي انت محتاجها، سواء كانت تلفزيون، تكييف، تلاجة، كاتل المياه السخنه، كل ده متوفر فيه.